مشاهدين قناة العروبة في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم مرة أخرى في فقرة مفتوحة مميزة من قناة العروبة، وهتكون إن شاء الله فقرة رياضية مع شخصية أنتوا هتلاقوها مفاجأة كبيرة ليكم وليا أنا شخصيا، وهو مش عايز أقول اسمه دلوقتي، لكن تاريخ وجغرافيا وتربية قومية، حاجات كثيرة جدا جدا، أسرار عسكرية وعلاقة السياسة بالرياضة. هي فقرة رياضية مميزة، أتمنى إن شاء الله إن هي تنول وتحوز على إعجابكم بإذن الله. أنا حابب في البداية زي ما تعودنا يعني نخرج شوية من الجو مش عايز أقول المأساوي. إن شاء الله ربنا هيحفظ مصر من كل سوء، إن شاء الله مصر هتبقى أفضل إن شاء الله بإخلاص حضراتكم وجهود جميع العاملين في جميع المجالات، في الرياضة، في الاقتصاد، في الفن، في السياسة. هدف واحد هو إعلاء شأن الوطن وإعلاء المصلحة الوطنية، أن تكون هي الهدف الأسمى والأعلى. درسنا في جامعة وفي الماستر بتاعه في الماجستير إن الأفراد في النهاية هم زائلون، ومصر ستكون بإذن الله هي الباقية والدائمة، ولن تكون إلى زوال، ستكون الدنيا شئنا أم أبينا. مش عايز أطول على حضراتكم عشان حضراتكم يعني أكيد متشوقين للشخصية، لكن أنا هقول شوية أخبار رياضية سريعة، وبعديها إن شاء الله بفهمكم الخريطة إيه، وبعديها إن شاء الله هيبقى في فاصل قصير، وبعدين هيكون معانا الشخصية أو نجم الفقرة الإنسان المحترم اللي هو التزم بميعاده رغم ان احنا اتأخرنا شوية على الهواء، لكن اعذرني. يمكن هبدأ حابب ان انا اقول اول خبر لحضراتكم معايا، ان جهاز او علام رئيس اتحاد الكرة كان في استقبال الكابتن طاهر ابو زيد، والكابتن طاهر ابو زيد زي ما انتم عارفين هو وزير الرياضة الجديد. كابتن علام كان في استقباله مع اعضاء مجلس الادارة، لكن خالد لطيف زميلنا الجميل اعتذر لظروف خاصة. ليفربول يحذر سواريز من التفاوض مع الابيض الملكي، وهو الاسم الشهرة لريال مدريد، لان لو حضراتكم عرفتوا ان نادي الريتس او ليفربول وهو احد اندية الانجلش بريمير ليج في الدوري الانجليزي كان بيفاوض سواريز، وهو يعني اللي هو تجديد عقده، لكن ريال مدريد كان محتاج هذا اللاعب في فترة الانتقالات، وعرض مبلغ 35 مليون استرليني، لكن إدارة ليفربول رفضت وبتقول له يا الريال يا ليفربول. طبعا المبادئ لا تتجزأ، لأن لما فترة الانتقال في يناير إذا كان حر يستطيع أن يتفاوض بمفرده مع إدارة ريال مدريد عن طريق وكيل أعماله طبعا. يمكن خبر آخر أنا شايفه مهم، ان طاهر ابو زيد يتهم الشركة المسؤولة عن ترميم مبنى اتحاد الكرة بالتقصير. اصل الحكاية ان هم اتفقوا ان المبنى اتحاد الكرة ينتهي في فترة لا تتجاوز 3 إلى 4 شهور، واترصد ميزانية كبيرة جدا لانتهاء المبنى من حادث الحريق والحاجات اللي مش لطيفة اللي احنا شفناها نتيجة احداث الشغب. لكن في النهاية لما الكابتن طاهر ابو زيد راح عشان يتفقد المبنى، يعني خلاص وزير الجميل يتفقد او يشوف المبنى، فلقى المبنى لسه ما اكتملش، فهو اتهم الشركة بالتقصير واحتمال يسند الشركة او العمل بشركة اخرى. الخبر الجميل اللي نقطة تفاؤل كبيرة جدا وانا شايفها شخصيا، محمد صلاح نجم بازل السويسري. الخبر بيقول ان ليفربول وفالنسيا وتوتنهام بالاضافة الى اولمبيك ليون والانتر ميلان الايطالي يرغبون في ضم محمد صلاح. طبعا محمد صلاح تألق في المباراة السابقة في دوري الابطال واحرز 3 اهداف، بالاضافة الى انه يعني عايز اقول ساعد فريق بازل في تصدر الدوري السويسري من جديد. محمد صلاح المدرب بتاعه اللي هو مراد ياكين قال له ان انت لازم تقعد شوية 1 أو 2 سنين معانا لحين يعني
يعني تيجي فرصة اكبر من كده، لان توتنهام وفالنسيا عايز اقول طبعا العرض رسمي ولكن مش بالشكل الذي يليق بمحمد صلاح. محمد صلاح والنني فخر لكل مصري الحقيقة، لان هو في بطولة ابطال اوروبا يمكن شفنا حضراتكم في البلوز احرز هدف في ملعب في لندن ملعب تشيلسي، ثم احرز هدف ايضا في نادي توتنهام، وقبل بلاء حسن حتى جاريث بيل وهو اللاعب الويلزي المنتقل بسعر خرافي ب 100 مليون يورو لريال مدريد من توتنهام، عايز اقول اتكلم عن محمد صلاح وقال ان هو لاعب من نوعية اللعيبة الكبار. انا مش عايز اطول على حضراتكم، لكن مدرب عصام الحضري في المريخ السوداني وهو كروجر الالماني اللي بيدرب نادي المقاولين هنا، بيقول رساله لبوب برادلي: انت ازاي ما تضمش عصام الحضري بخبرته التراكميه الكبيره جدا، لازم يرجع منتخب مصر، وهو ده هيكون سبب في وصول مصر الى مونديال البرازيل 2014. بسرعة كده ورغم كده الحضري برادلي بيرد بيقول ان الحضري خارج حساباتي في اللقاء القادم امام غينيا. الاهلي هيصرف 50% من مستحقات اللاعبين الشباب والفريق الاول لحين عودة النشاط. الزمالك عنده مشكلة في حجز طيران داخلي لفريق اورلاندو بيريتس الجنوب افريقي الى الجونة. يمكن دي كانت اهم الاخبار، وخبر للاسماعيلي عشان ما يزعلوش من حبايبنا البرتقالي، عشان لعبت في الاسماعيلي فتره. الكابتن يمكن علاء وحيد زميلنا الاعلامي صرح ان احمد علي في تفاوض رسمي مع فريق اهلي بنغازي او اهلي طرابلس، دخل قبل كده في تنافس لضم احمد علي، لكن هو اهلي بنغازي استقر وتفاوض رسميا مع اداره البرتقالي او النادي الاسماعيلي لانتقال احمد علي لاهلي بنغازي. واحنا حضراتكم عارفين ان طبعا اللعيب الحريف عمر جمال بيلعب في اهلي طرابلس مع المدرب المصري اللي هو للنادي الاهلي السابق هو كابتن حسام البدري. وايضا يعني عايز اقول ان احمد علي ووجوده في اهلي بنغازي وعمر جمال وجوده في اهلي طرابلس ده هيعمل رواج للعيبه المصريين، ويمكن يفتح سوق في ليبيا على غرار وجود الكابتن حسام البدري. اعزائي المشاهدين العروبه، الفقره المفتوحه هي فقره الرياضيه. يعني اقول لكم نخرج فاصل ونرجع مع بعض نستقبل ضيفنا النهارده الشخصيه الرياضيه الجميله من وجهه نظري ونظر كل الرياضيين في مصر، ولكن بعد الفاصل.